مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من القاهره اليوم. الحقيقه انا النهارده مبسوط بصراحه، يعني بشكل كروي. يعني النهارده النادي المصري فاز وطلع من عنق زجاجه كده وزنقه كان مزنوق فيها. بس برضه زي ما انا مبسوط للنادي المصري ان هو فاز كفريق كوره انا بشجعه وبحبه، زعلان على النادي المصري واللي بيشوفه على ايد الحكومه بسبب الاستاد بتاع النادي المصري. بس قبل ما نتكلم في الموضوع ده اسمحوا لي ان انا ارحب باخي العزيز الاستاذ عمرو. مساء الخير يا عمرو. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. اتفضل. تمام. فوزنا في اسيوط يا عمرو. جميل. الحمد لله. النادي المصري عايز اقول لك ان الفريق بتاعه بقاله 3 اشهر قاعد في معسكر خارجي وسايب الاستاد، طبعا كاس العالم والاستعدادات والكلام ده كله. انما والاتحاد السكندري، طب يا سيدي خلاص طالما قالوا لي بيقول لك الاتحاد السكندري كسب. كل السواحل كل السواحل النهارده كلهم فاقوا ومبسوطين جدا. عندنا مشكله جامده جدا يا عمرو بقى في النادي المصري في بورسعيد. عارف النادي المصري عنده استاد بتاعه. النادي المصري ده 1920 الاستاد بتاع النادي المصري ده ملكه، هو اللي بنيه، يعني مبني بفلوس النادي المصري واعضاء النادي المصري. وفجاه قررت الحكومه ان هي طالما صرفنا بقى وعملنا شويه نجيله وحاجات كده، لا والله بعد اذنكم النادي المصري يطلع بره، احنا عايزين الاستاد ده عشان نسميه استاد بورسعيد ويبقى استاد عام والحكومه هي اللي تديره. باي باي. طب الناس تلعب فين؟ تلعبوا عندنا بس احنا اللي نديره كحكومه. كويس نقول لك تلعبوا عندنا. تلعب ماتش مره في الاسبوع. تخيل يعني حاجه بتاعتك وانت معاك بقى لها 90 سنه، وراح جاي واحد رش شويه ميه قدام رصيف البيت وحط شويه زرع، قال لك بس كده يبقى البيت ده بتاعي. مع الف سلامه سيادتك، ولما تحب تلعب فوق السطوح. وانا مستغرب جدا من وجهه النظر. انا اللي اعرفه ان ما عادش فيه في مصر حاجه اسمها تأميم. يعني ما فيش حاجه اسمها. قول للناس انه بالميم. 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 تأميم مش تأمين. بالظبط. ما عادش في مصر تأميم، اصله في اجيال كتير ما تعرفش الكلمه دي. مش كده؟ لا هم ظاهر انهم عايزين يعرفوا الاجيال الجديده بقى. وتخش على نادي مش بتاعك وعايز تاخده وتديره بحجج وهي للغايه، انا ملكيتي، انا مش عايز اخدهولك. وعلى فكره اذا انتوا فاكرين ان البورسعيديه شعب بيغضب كثيرا بسبب التجاره والسياسه، احذروا تقربوا من البورسعيديه جنب النادي المصري، لان احنا غضبنا شديد للغايه بالنسبه للنادي المصري. احنا شعب بيعشق الكوره، وبالتالي لما يجي حد يقول والله الاستاد ده هناخده والنادي المصري ده هيطلع بره، احنا مش هنوافق على الكلام ده ومش هيحصل. وبدليل ان النهارده بدات في بورسعيد تتوزع بقى بيانات، المشجعين خارجين يقفوا ضد الحكومه وضد القرارات اللي هي اخداها، لان النادي مش بتاعكم ومش هيكون كاستاد ملككم، ما ينفعش. والا تاخدوا بقى اللي انتوا عايزينه وياخدوها. روحوا يا عمرو. طب يقدروا يعملوا كده مع النادي الاهلي يا عمرو؟ يقدروا يروحوا يقولوا لهم والله تعالى النادي الاهلي ناخد؟ يقدروا يعملوا كده حتى مع الزمالك؟ لا الزمالك ممكن. لا الزمالك مش ممكن. انا اقول لك هم حاولوا يعملوا كده مع الزمالك وفشلوا، كانوا هيعملوا كده وفشلوا. لا عشان الراجل راح دفع الاقساط. ايوه راح دفع الاقساط، احنا ما عندناش اقساط. لا انت فاهم ازاي؟ انما هم ممكن، الاهلي لا، انما اي نادي في مصر ممكن ياخدوا منه اي حاجه. ايه رايك في الليله دي؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ وانا عايز اسال سؤال، هو بورسعيد لما ما يبقاش فيها المنطقه الحره والاستاد يتبقى فيها ايه؟ ولا سمك حتى، ما بقاش فيها سمك. يعني لو بورسعيد ما فيهاش الاستاد بتاع الكوره اللي هو النادي المصري، الجمهور المتحمس المجنون بالكوره، والمنطقه الحره، هيتبقى ايه؟ الفكره انه انا بستغرب جدا من الدوله ديت انها تيجي تاخد حاجه من حد، بس لما بتيجي بتدي بطريقه غريبه جدا. لسه النهارده قاريين عن المستثمر العربي اللي كانوا من 18 سنه مملكينه في الغردقه اوتيل ماشي، والشارع الدوله الوحيده اللي بقت شارع في العالم. لا والميه لما انا جاي لك اهو وحته من البحر. غريبه جدا الدوله دي لما بتدي بكرم شديد، ولما بتاخد بغرابه. يعني طب الراجل ده انتوا سايبينه ليه؟ يعني الراجل اللي انتوا بعتوا له الشارع ده نمره واحد. نمره اتنين، يوم ما جم ادوا عيله سياج في طابه الارض بتاعت هناك، برضه يوم ما جم ادوا حاجه جامده جدا، والنهارده قاعدين برضه في حيص بيص. ما بفهمش مين اللي بيدي ومين اللي بياخد. امتى الدوله بتقرر او الحكومه بتقرر انها تدي وبتقرر انها تاخد؟ له علاقه بالخبر ده انه
منزلين خبر النهارده انه اللجنه السباعيه اجتمعت مع السيد جمال مبارك، وهذا الاجتماع اسفر عن ان الماتشات رجعت تتذاع تاني النهارده. يعني عارف لما تحط حكايه الراجل اللي ادوله الاوتيل وملكوه شارع، الراجل يعني المشكله دلوقتي ايه؟ يا فندم احنا لا الشارع بتاعي، انت هتعدي تعمل ايه؟ ما فيش حد يعدي من الشارع ده بتاعي. طب البحر، لا ما تعديش، البحر ده بتاعي، انت بعت لي. وهو الراجل فعلا حقا وصدقا معاه عقد ان هو ادوله الشارع. يعني الممشى ده الناس لازم تعدي كده، وعلى فكره الاوتيل مقفول من 18 سنه مش شغال. وتحط جنبيها حكايه وجيه سياج، وتحط جنبيها اجتماع جمال مبارك مع اللجنه السباعيه عشان يرجع الماتشات، وتحط جنبيها محمد شردي والحدوته بتاعت النادي المصري والاستاد. تحط الحاجات دي كلها مع بعض ما تفهمش ايه المنطق. هي دوله بتاخد الحاجات ولا بتدي بالهبل ولا مين بيديرها؟ يعني 3 4 مثلثات كده تقعد تبص لهم ما تفهمش البلد فيها ايه. لا والمهم يعني بص انا عايز يعني انا لحد الان مش فاهم المنطق بتاعكم ايه. انا عايز حد يطلع يقول لي المنطق، وعايز البورسعيديه يكلمونا، عايزين حد من النادي المصري يكلمنا، عايزين نعرف ايه المنطق وراء ان هم يجوا يقول لك والله جايز يا محمد قرار رئيس وزراء. لا جايز عايزين يطلعوا قرار من رئيس الوزراء ان احنا ندير الاستاد. جايز يا محمد عايزين يشيلوه لكم. يشيلوه لنا فين؟ هو حصاله يعني جايز مثلا يشيلوه لنا للزمن لما تعوزوه يبقوا يدوه لكم تاني او كده. وهنروح يعني فين؟ ياخدوا بالهم منه. والناس تتدرب فين؟ انتوا بتصرفوا على الاستاد ده يا محمد؟ عمرو المساله مش ان انا بص انا بلم معلومات. طيب ماشي اهو. طب بقول لك حاجه، ما نسال السؤال ده معانا الاستاذ كامل ابو علي رئيس النادي المصري، ونقدر ان احنا نساله السؤال ده. مساء الخير يا استاذ كامل. مساء النور استاذ محمد. اهلا بيك. اهلا استاذ كامل، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ اهلا بيك. الاخبار النادي ايه؟ فعلا عايزين ياخدوه؟ ده الكلام اللي بيتقال طبعا، وبقينا في الموال ده يمكن حوالي شهرين دلوقتي. هم استنوا لما جيت انت مسكت النادي فقرروا ياخدوه؟ والله يعني اقول لك يا استاذ عمرو، انا عندي مشكله جامده جدا قبل كل شيء، ان انا النادي الوحيد اللي في مصر اللي بقالي 3 شهور بتدرب في معسكرات، وخايف على اللعيبه انها تملك. الحمد لله النهارده النتيجه طلعت كويسه، واخيرا هنرجع بورسعيد من بكره. لكن المشكله يعني طبعا ده ارق كبير جدا، وبعدين في ضغط جماهيري جامد جدا علينا. ايوه، ايه الاساسيات اللي المحافظه مرتكزه عليه عشان تاخد النادي؟ هو بص يعني كان في اتفاق طبعا النادي ده هو النادي المصري فعلا. يعني انا من ساعه ما اتولدت في بورسعيد وعارف ان مكان الاستاد والمكان اللي بيلعب عليه النادي المصري هو النادي المصري. ايوه.